هو قانون العقارات دلوقتي بقى كل حاجه بسمسره. شوف اللي حصل، مصر بقى فيها حوارات كتير قوي، وكل يوم بنسمع عن خلاف جديد بين العموله او الاتفاقات الشفويه. في سوق العقارات في حاجات كتير جدا بتمشي بالعرف، لكن من غير اتفاق واضح المشاكل بتبتدي. وده اللي حصل في فيصل بالجيزه، لما طبيبه اسنان اشترت شقه من صاحبها بشكل مباشر، وكل حاجه تمت بشكل طبيعي من غير وسيط واضح او اتفاق على عموله. وده برضو احنا ما نعرفوش بالنسبه للحته دي. ممكن تكون اتفقت معاها العموله وغيرت رايها بعد انتهاء البيع. الحارس طلب 75,000 جنيه، طبعا رقم مش واقعي بالمره مهما كان ثمن الشقه، وقال ان ده حقه كعموله سمسره. لكن الست بقى اللي هي بتشتري دي قالت ان ملوش اي دور في البيع. هنا بقى بدأ الخلاف، هل من حقه ياخد عمولة؟ هل هو كان وسيط فعلا اصلا ولا مجرد طلب بدون اتفاق؟ اذا كان كده او كده ما نقدرش برضه نحدد، وما نقدرش نطلع المشكلة عند الدكتورة او عند حارس العقار الا اذا كان في اتفاق احنا ما نعرفوش. لو عمولة 2.5% يبقى معنى كده ان الشقة دي عاملة 3 مليون، وده رقم طبيعي، لكن المشكلة كانت في عدم وضوح الاتفاق من البداية. بعدها النقاش اتحول لمشادة والفيديو انتشر على السوشيال ميديا. الموضوع بقى ترند والجهات الامنية تدخلت. للاسف ان كل حاجة دلوقتي اي حاجة بتتصور وتبقى ترند، لكن الحقيقه فين؟ ممكن ما نعرفش نوصل للحقيقه. ممكن يكون حد غلبان، حد مش عارف يوصل زي اللي وصل، الله اعلم. المهم ان احنا بندور دايما على الحقيقه فين. هنا في برنامجنا بندور على الحقيقه فين وبنقولها مهما كانت العواقب. اي معلومه لازم تكون واضحه ومتفق عليها في عقد. مادام انت اتفقت على عموله لازم تكتب بيها عقد. ده المفروض النظام اللي يجي، لان انت معلش اذا كنت سمسار وبتاخد 75,000 وخليك متفق على كده، فين الضرايب بتاعه الدوله؟ ما دفعتش ضرايب ليه؟ لما انت كده كل شقه عندك او كل شقه جنبك بتاخد عليها 75 و100,000 والكلام ده، يعني انت كده ممكن دخلك يعدي 3-4 مليون في السنه اكيد. طيب فين الضرايب اللي بتدفعها للدوله؟ فين رخصتك انت كشركه سمسره؟ ده بالنسبه للسمسار. طيب بالنسبه للشاري او الكلام ده، انت وصلت عن طريق مين؟ سالت مين ووصلت عن طريقه؟ حتى لو انت سالته ليه عموله، بس ليه عموله ما تبقاش كده. العموله لازم يكون متفق عليها في اوراق كده. مفيش حد يقدر يصور فيديو زي ده وانت معاك ورقه مكتوبه بالاتفاق، واتفاق يكون واضح منعا للمشاكل دي مره ثانيه. انت ممكن تشتكيه بالفيديو ده كحقوق ملكيه لنفسك. ازاي يصورك وازاي يتفق او يعمل حاجه بدون علمك؟ ممكن تشتكي بالفيديو ده لو انت متفق ومعاك ورق رسمي. فالكلام واضح، اي حد بيعمل اي حاجه المفروض فيه عقد، حتى لو الكلام عرفي يبقى فيه حاجه اسمها عقد بالاتفاق ممضي من الطرفين. طيب ما اتفقتش، هي مش بلطجه ان انت كل حد يشتري شقه عندك او يجي يعمل حاجه انت بتيجي تبلطج عليه. طبعا انا اللي بغلط دلوقتي لا في الراجل اللي هو السمسار، ولا بغلط في الدكتوره اللي اشترت الشقه. انا بوعيك عشان نبقى انت فاهم وانا فاهم ونقدر نحافظ على بعض. ما ينفعش ان انت تطلع بمنظر بلطجي بالشكل ده. حاولوا تحافظوا على صورتنا يا جماعه، ومش كل حاجه ننشرها، مش كل حاجه ننشرها عشان ده منظر بلدنا. لازم نحافظ على منظر بلدنا، على قضايا بلدنا بتبقى شكلها عامل ازاي. الحاجات دي بتخلي شكلنا وحش جدا وسيء جدا بره. لازم كل واحد يتحرى كده هو ممكن ده يأثر على ايه. لازم نخلي بالنا ونتعامل بمسؤوليه. قول لنا بقى رايك، هل صاحب العقار ده على حق ولا الست دي هي اللي بتفتري عليه؟ قول لنا رايك في التعليقات. والله المستعان، وتحيا مصر.